بعد تلقي استفانيا الصدمة من جدها قبل وفاته، لم تكن تتوقف عن التفكير فيما قاله لها، وظل يتكرر في أذنيها كثيرا مرات بعد مرات، وهو: إن لم أستطع أذيتكم هذه المرة فسوف أفعلها في المرة القادمة. إن لم أستطع أذيتكم هذه المرة فسوف أفعلها في المرة القادمة. بعد مرور عدة أشهر، أهلا بكم مستمعي في قناتكم قصص فريدة ستوريز. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أحسن الأحوال. قصتنا اليوم بعنوان انتقام العالم السفلي، وهي قصة واقعية معبرة ومثيرة للفضول. أتمنى أن تنال إعجابكم. فضلا ليس أمرا، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النور أغمضوا أعينكم وأنصتوا بقلوبكم. وكان يا مكان ولا يحلو الكلام إلا بذكر الله والنبي عليه الصلاة والسلام. ففي زمن بعيد لا يزال أمر العالم السفلي مجهولا بالنسبة لنا نحن البشر، وكلما تعمقنا فيه تصيبنا الحيرة أكثر فأكثر، ونتساءل عن ما هي تلك الكائنات وقدراتها وحياتها الغامضة، رغم أننا لا نحتاج إليها، إلا أن بعض البشر يقتلهم الفضول ويحاولون جاهدين أن يتواصلوا مع سكان العالم الآخر بطريقة أو بأخرى. ولكن يا ترى إلى أي درجة يمكن أن يكون ذلك الأمر خطيرا؟ وماذا لو تم التعدي على تلك المخلوقات من قبل البشر؟ تبدأ قصتنا في عام 1990 في أسبانيا، وتحديدا في إحدى ضواحي مدريد، وفي ليلة غائمة شاددة البرودة من شهر نوفمبر. قطع سكون تلك الليلة مكالمة هاتفية تلقتها عائلة جويترز، يبلغهم فيها الطبيب بخبر قرب وفاة جدهم في المشفى، بعد أن أصبح شبه مستحيل أن يتعافى، وتدهورت حالته إلى أن أصبح في تعداد الموتى. لم تكن تلك المكالمة الهاتفية بالأمر المؤلم للعائلة، فقد كان فقدهم للجد بمثابة غيمة من رحمة أظلت منزلهم التعيس. لا بد أنك تتساءل عزيزي المستمع الآن عن سبب عدم حزنهم لمثل هذا الأمر. لقد كان الجد جويرتز أقسى الناس قلبا على أحفاده، فلم يشعر منه بالحنان قط، ولم يكن يحمل لهم إلا الكره والضغينة. كان الجد يتلذذ حينما يرى أحدهم يتألم، وكان يتمنى فقط أن يعافي حتى يكمل مسيرته في تعكير صفو حياته. جمع الأب أطفاله لرؤية جدهم للمرة الأخيرة، وحين وصلوا إليه كان ما زال يصارع الموت ويقاوم سكراته. مد الجد يده لاستفانيا وهي الحفيدة الصغرى للعائلة، وكأنه يود منها الاقتراب، فانحنت استفانيا عليه وقالت، وهي بنبرة رائفة طفولية: ماذا يا جدي؟ هل أنت تتألم؟ فهمس الجد في أذنيها قائلا بنبرة حقيدية: إن لم أستطع أذيتكم هذه المرة فسوف أفعلها في المرة القادمة.
ثم لفظ الجد بعدها أنفاسه الأخيرة ثم مات. حقد شديد يملأ قلبه رغم أنهم كانوا يعاملونه بألطف معاملة، وكانوا يرجون رضاه ويتحملون قسوته، ولكن أيا يكن فقد رحل الآن ولم يبقى خلفه شيء سوى بعض من أغراضه محفوفة بالذكريات المؤلمة. ثم عادت العائلة أدراجها وقد ملأتهم الحيرة، وكل منهم ينظر للآخر. كانت لحظات الصمت تعم المنزل، لا أحد يبكي ولا أحد يضحك، فقط حالة من التبلد قد اجتاحت أهل المنزل جميعا، خاصة استفانيا التي التقت الصدمة من جدها قبل وفاته. لم تكن تتوقف عن التفكير فيما قاله لها: إن لم أستطع أذيتكم هذه المرة فسوف أفعلها في المرة القادمة. ظلت تتردد هذه الكلمات في أذنيها. وبعد مرور عدة أشهر، وبينما كانت استفانيا في مدرستها وتحديدا في صف الجغرافيا، دخل المدير إلى الصف وقد امتزجت على وجهه مشاعر القلق والحزن، وقال بصوت متقطع: أبنائي، يصعب علي إخباركم بما حدث، ولكن لابد لكم أن تعرفوا كل شيء. لابد أنكم تتساءلون عن صديقكم فابيان. بعد غيابه عن المدرسة الأيام الماضية، ثم توقف المدير برهة ثم سحب أنفاسه واستأنف حديثه قائلا: لقد توفي صديقكم فابيان في حادث مؤلم يوم الثلاثاء الماضي. انطلقت صرخة من آخر الصف، وبدأت الأصوات تعلو، فقال المدير بنبرة صارمة: فليلزم الجميع مقاعدهم، لن يفيدوا النحيب ولن يرد إليكم صديقكم. أعلم أن الأمر مؤلم، لكن عليكم الآن بالدعاء له أن يرقد بسلام. لا شك أنه سيسمع أصواتكم. كانت الصدمة قاسية على استفانيا وزملائها، وبدأت أصوات البكاء تعلو شيئا فشيئا. كان ذلك اليوم كئيبا على كل من في الصف، وخصيصا على استفانيا، تلك الفتاة التي لم تكن تبرأ من جرح جدها حتى احترق قلبها على وفاة صديقها المقرب. ثم مرت الأيام، واستفانيا لا زالت تفكر فيما طرأ على حياتها. عقلها لا يتوقف عن سرد الأحداث، وكانت تحب أن تفرغ ما في قلبها لصديقتها المقربة كارلا، فقد كانت فتاة لطيفة، وكانت تعتبر استفانيا أختا لها. وفي أحد نقاشاتهما قالت استفانيا: أتساءل إن كان بإمكاننا أن نتحدث إلى فابيان مجددا. ضحكت كارلا بصوت مرتفع وقالت وهي مستهزئة: هل تمازحينني؟ نظرت استفانيا بجدية في عيني كارلا قائلة: لا يا كارلا، أنا جادة. هل تتذكرين حينما قال لنا المدير إن فابيان سيسمع أصواتنا؟ ردت كارلا متعجبة: نعم، وما شأن هذا بذاك؟ ثم قالت استفانيا لكارلا: إذا كان فابيان يسمع أصواتنا فنحن أيضا يحق لنا أن نسمع صوته. كارلا قالت لها: لم أفهم بعد. ثم ردت عليها استفانيا: يا إلهي، يبدو أنه علي أن أشرح كل شيء. فكري معي كارلا، هناك طريقة نستطيع فيها التواصل مع روح فابيان. لقد افتقدته حقا. ثم ردت عليها كارلا: نعم، لقد فهمت ما تقصدينه الآن. أعرف لعبة قد نستطيع فيها التواصل مع فابيان وجدك أيضا. استفانيا وهي غاضبة:
من يريد الحديث مع جدي؟ حمدت الله ألف مرة على رحيله وتريدين مني البحث عنه الآن؟ صمتت استفانيا فجأة وكأنها تذكرت شيئا ما، ثم قالت له: مهلا، أنت محقة. قد أحتاج فعلا لسؤاله بعض الأسئلة. ثم أكملت استفانيا: ما تلك اللعبة التي تتحدثين عنها؟ فقالت لها كارلا: إنها لعبة ويجا. لدى والدي لوح في القبر، لكنه يأبى أن يعطيني إياه لأجربه. لا أعلم لماذا، ولكن لا تقلقي، سأدبر خطة محكمة كي أجلبه الليلة. ردت عليها استفانيا: حسنا، حاولي إحضاره معك غدا إلى المدرسة، هناك من يريد التحدث إليه. لم تنم استفانيا تلك الليلة، وباتت تفكر كثيرا كعادتها، وتقرأ في كتابها ما وراء الطبيعة. فقد كانت مولعة بتلك الأمور. وفي صباح اليوم التالي في المدرسة، جمعت المعلمة طلاب الصف في الطابق العلوي من المدرسة تشرح لهم درس خسوف الشمس. ومع أول فرصة غفلت فيها المعلمة عن الصف، هربت استفانيا وكارلا إلى دورات المياه. وكانت كارلا قد أحضرت معها لوح لعبة ويجا، وحين دخولهما أغلقت استفانيا الباب قائلة: هذه فرصتي لأنهي فضولي. قالت كارلا متعجبة: فضولك تجاه ماذا؟ فردت عليها استفانيا: تجاه جد الذي كرهنا دون سبب يذكر. لقد أشعلت فضولي أنا الأخرى، دعينا إذا نبدأ بتحضير روح الجد أولا. بعدها بدأت كارلا بطقوس اللعبة، وضعت كأسا زجاجيا على اللوح، وبدأت تتمتم بكلمات غير مألوفة وتنطق باسم الجد. أصبح الجو باردا، تصارعت نبضات استفانيا وبدأت ترجف خوفا. وفجأة اقتحمت المعلمة المكان صارخة بأعلى صوتها: ما الذي تفعلانه هنا؟ فوقع الكأس أرضا، وتناثرت شظايا الزجاج في كل مكان، حتى أن كارلا جرحت يدها وهي تحاول أن تجمعها. ثم بدأت البكاء هروبا من الموقف. وست المعلمة كثيرا على الفتاتين كونهما أحضرا شيئا ممنوعا إلى المدرسة، بل وفوق ذلك قامتا بالهروب من الدرس لتقوما بالطقوس في جو هادئ بعيدا عن أعين الناس. وأفيدك علما عزيزي المستمع أنه في مثل تلك الطقوس يجب أن يسير كل شيء على ما يرام، وإلا يحدث أي أخطاء، وإلا سينقلب السحر على الساحر. وهذا تماما ما حدث مع استفانيا. عادت استفانيا إلى منزلها بعد مكوثها بقية اليوم الدراسي في مكتب المدير. لم تتحدث إلى أي أحد عما حدث معها، ولم تكن تشعر بأنها اقترفت أي خطأ، بل كانت حزينة فقط لأنها لم تستطع إتمام تلك الطقوس والتحدث مع جدها. وما زال عقلها يتآكل من الفضول. ومن بعد ذلك اليوم انقلبت حياة استفانيا رأسا على عقب. لاحظ أهلها تغيير في سلوكها، أصبحت تشرد كثيرا أغلب الأوقات، وتأتيها حالة من الذعر في الليل وكأن شيئا ما يخيفها. تدهورت حالتها الصحية والنفسية بشكل ملحوظ. وليس هذا فحسب، بل وكان جسدها يتجمد وعيناها تتحول للون الأبيض حينما تأتيها تلك الحالة الغريبة. أيام من العذاب، ولا أحد يعلم ما الذي أصابها،
لقد كانت استفانيا صحيحة بالأمس، ما الذي أدى بها إلى كل هذا العناء؟ تمر الأيام ولا تتغير حالة استفانيا إلا إلى الأسوأ. كانت إذا حل الليل ترى هلوسات سمعية وبصرية، أطيافا تغدو وتروح أمام نظرها، وأصواتا عالية وطنينا في أذنيها، حتى تفقد الوعي بكل من حولها. فإذا فقط تفقد الذاكرة وتصبح تصرخ بكل ما أوتيت من قوة، وتضرب كل من يعترض طريقها، حتى والدتها لم تسلم من ضربتها المتتالية. ثم إذا أدلست الشمس أضواءها على المنزل تعود استفانيا لسابق عهدها، منكرة كل ما حدث في الليل وكأنها إنسانة أخرى. وفي محاولات بائسة من الأم لمعالجة ابنتها ذهبت بها لأكثر الأطباء كفاءة في المدينة، ولكن الجميع عجز عن تشخيص حالتها، وحتى بعد أخذ عينات من دمها لم يتضح أي شيء. كل النتائج تقول إن استفانيا بخير. عجبا ما تلك الأيام! كانت الأم تقول: إن كانت ابنتي مريضة فلا بد أني أصبت بالعدوى. ثم هناك ظلال تطاردني في المنزل. لم تتوقف الأم عن محاولة معالجة ابنتها، بل أصرت على إنقاذها من ذلك العذاب، وصارت تذهب من طبيب إلى خبير إلى روحاني. البعض قال إن حالتها تشبه الصرع، والبعض اعتقد بأن لديها انهيارا نفسيا وعصبيا، والبعض جزم بأن روحا ما قد تلبستها. لا شيء مؤكد، ولا أحد يجيب عن التساؤلات كاملة. مرت قرابة السنة ولم يتغير شيء، وفي أغسطس من عام 1991 اعترفت استفانيا بأنه ثمة كائن ما يظهر لها في الظلام ويقوم بإخافتها. لم تعرف استفانيا ما هو ذلك الكائن، ولم تدل بوصف دقيق له، إلا أنها كانت ترتعد خوفا حين تراه. بعد ذلك التصريح توفيت استفانيا عن عمر يناهز 19 عاما. توفت وقد أرهقها التعب بعد معاناة طويلة. لم يكن لدى العائلة الوقت الكافي للبكاء على استفانيا، لأنهم شعروا يقينا بأن القصة لن تنتهي بعد، وأنهم سوف يعذبون واحدا تلو الآخر بنفس الطريقة التي تعذبت بها استفانيا. وهذا ما حصل. بعد مرور يوم واحد من وفاة استفانيا، وفي تمام الساعة 8 مساء، كانت العائلة مجتمعة على طاولة الطعام، يرتدون الزي الأسود حدادا على فقيدتهم، ويحاولون كل منهم ابتلاع لقيمات تبقيه على قيد الحياة فحسب. حينها سمعوا أصوات ضجيج عال جدا صادر من الطابق العلوي، وتحديدا من غرفة استفانيا. وسرعان ما ركضوا نحو الغرفة، وحين فتحوا الباب تجمدوا أماكنهم من المنطقة. وجدوا الملابس كلها مبعثرة على الأرض، والأثاث قد أزيح من مكانها. الفوضى تعم الغرفة، وكأن سارقا اقتحم المكان. دخل والد استفانيا الغرفة وهو يقاوم رجلا ويؤخر الأخرى، ثم أشعل الأضواء قائلا بصوت منخفض: هل من أحد هنا؟ لا إجابة. النوافذ مغلقة، وباب المنزل لم يفتح منذ النهار. لا أثر لأي إنسان. كانت تلك أول حادثة، وقد كان الوالد متأكدا أن من فعل ذلك ليس بسهل، لأنهم حينما سمعوا الضجيج حضروا إلى الغرفة في غضون ثواني.
فلا يستطيع السارق الفرار إلا إذا كان يركض بسرعة البرق. ولكن الأب حاول تهدئة بقية أفراد العائلة وضحك قائلا: سوف نمسك بك إن حاولت العودة مجددا أيها اللص. عادت العائلة إلى طاولة الطعام، وكل منهم يدرك داخله حقيقة ما حصل، ولكنهم حاولوا تكذيب أحاسيسهم وتجاهلوا كل شيء. انتقل جحيم استفانيا إلى العائلة. بعد تلك الحادثة أصبح المنزل مكانا مخيفا جدا، وبدأت الخوارق تزداد يوما بعد يوم، ما بين تقلبات سريعة في درجات الحرارة إلى أطياف تدور في أرجاء المنزل ذهابا وإيابا، إلى أصوات ضحكات عالية تشبه صوت الجد جويترز الراحل إلى حد كبير. وفي يوم من الأيام كان الأب في غرفته يلعب مع ابنته الصغيرة ماكسيميليان، وإذا بقوة غير مرئية رفعت الطفل جوا ثم رمته بقوة على الأرض أمام نظري الأب. وفي أحد الأيام أصدرت الصحيفة الإسبانية تقريرا يفيد بأنه في ليلة من الليالي كانت العائلة مجتمعة في غرفة المعيشة، وفجأة فتح الباب من تلقاء نفسه، ثم بدأوا بسماع أصوات طرقات على الجدران. فأخذ الأب أريكة ثقيلة ووضعها خلف الباب، وما إن أدار ظهره حتى سمع من وراءه صوتا قويا هز المكان، ورياحا كادت أن تسقط المنزل على رؤوسهم. وحين التفت نحو الباب وجده قد فتح مرة أخرى. أي قوة تلك التي تحرك أريكة بذلك الولد؟ تتوالى الأحداث واحدة تلو الأخرى، ومن الظواهر المرعبة حين دخلت الأم شوقا إلى غرفة ابنتها فوجدت صورتها المتعلقة على جدار الغرفة تحترق شيئا فشيئا أمام عينيها. أضيف إلى ذلك الأبواب التي كانت تفتح وتغلق من تلقاء نفسها، وتعطل الأجهزة الكهربائية باستمرار، وغيرها من الأحداث التي تشير إلى أن هناك قوة غريبة تحاول الانتقام من استفانيا وعائلتها. في 14 من أكتوبر عام 1992 ذهب المحققون لزيارة المنزل برفقة مشعوذين حتى يقوموا بتصوير تقرير صحفي على أمل بأن تنتهي معاناة العائلة. وعند خروجهم قالوا إن روح الجد الشرير كانت تحاول أن تفسد عليهم التقرير، وروح استفانيا تقوم بمنعه، وكأنه كانت هناك حرب في المنزل بين روح الجد وروح استفانيا. ذلك كان تفسيرهم للحوادث التي حصلت، ولم تكن زيارتهم أدنى فائدة على العائلة. الحقيقة أن كان يتم استغلال قصة استفانيا للأغراض المادية والاقتصادية لا أكثر. وفي تمام الساعة 8 صباحا في 27 من نوفمبر عام 1992 تلقت الشرطة اتصالا من الأب يستنجد فيه ويقول إن عائلته في خطر. في الواقع لم يصدق الضابط الأب وفقد الأمل من قضيته، وهذا الأمر أثار غضب الأب كثيرا، وأصبح يمرر الهاتف في أرجاء المنزل، وعلى الجدران قد يسمع الضابط الأصوات بنفسه. بعد محاولات لإقناعه قرر أخيرا الذهاب إلى المنزل بفرقة أخرى من الضباط، وحين حضرت تفاجأوا بأن العائلة كلها تجلس خارج المنزل رغم برودة الجو تلك الليلة. دخل الجميع المنزل وجلسوا على طاولة الطعام حتى يناقشوا بينهم ما يحدث. وأثناء الحوار كانت الأحداث الغريبة مستمرة، وعلى أعين الشرطة هبت رياح قوية قادمة من الدرج،
رغم أن كل النوافذ كانت مغلقة ولا يوجد منفذ للهواء. وأيضا لاحظوا وجود خدوش عميقة على الجدران وبقع دم داكنة على الأرض والمنزل. كالعادة عجزت الشرطة عن مساعدة العائلة، وهنا قررت العائلة الخروج من ذلك المنزل المشؤوم إلى الأبد. وبمجرد انتقالهم إلى منزل آخر أصبحت حياتهم طبيعية تماما. كان أمرا في غاية الغرابة، حيث إن المستأجرين الجدد الذين سكنوا المنزل في مكان عائلة جويترز لم يشك أحد منهم من أي شيء غريب. ولكن استمرت التحقيقات في ذلك المنزل حتى عام 2006، حين مراجعة أحد المقاطع المصورة سمع المحققون صوتا مجهول المصدر يقول: لم تبدأ اللعبة بعد. وهنا تنتهي قصتنا اليوم. أتمنى أن تنال إعجابكم. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وعمل اللايك لهذه القصة فضلا ليس أمرا. وإلى لقاء جديد.